ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنتكلم عن جمعة ختام الصوم. ايه ده؟ يعني ايه جمعة ختام الصوم؟ هي اخر جمعة من فترة الصوم الكبير اللي بنصومه كل سنة لمدة 40 يوم، وده بيكون مثال لبابا يسوع اللي صام 40 يوم و40 ليلة في البرية. وكنيستنا القبطية الأرثوذكسية بتعتبر الصوم الأربعيني ده من أهم الأصوام في السنة. ليه يا ماما؟ لأن ربنا يسوع صام الفترة دي قبل ما يبدأ خدمته العلنية. طب ما هو كده بيعرفنا قد ايه ان الصوم ده مهم. حقيقي ده بيورينا أهمية الصوم والجهاد الروحي. في اليوم ده بننتهي ونختم فترة 40 يوم. في اليوم ده؟ أيوة، كلمة ختام يعني نهاية. الفترة اللي فاتت دي احنا كنا مركزين أكتر على الزهد في الأكل، بنركز أكتر على الأمور الروحية زي الصلاة وقراءة الكتاب المقدس والتوبة والصدقة. ايه ده؟ طب بعد جمعة ختام الصوم هنركز على ايه؟ بعد يوم جمعة ختام الصوم بندخل على مرحلة أعمق أكثر روحانية، وهي أسبوع الآلام اللي بنكون فيها مركزين على آلام ربنا يسوع وموته وقيامته. هو عمل كده علشان خلصنا. طيب هو ليه اليوم ده مهم كده؟ لأن اليوم ده بيفكرنا بقرب مجيء ملكوت الله. القراءات اللي بنسمعها في الكنيسة اليوم ده غالبا بتتكلم عن ملكوت ربنا وإزاي المفروض نكون مستعدين ليه علشان نوصل للاتحاد بالله في ملكوته الأبدي. طب يا ماما، هي القراءات اللي في اليوم ده بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن نهاية العالم والدينونة الأخيرة، وده بيخلينا إن احنا نراجع حياتنا ونعيش حياة ترضى الله ونتوب. الكنيسة في اليوم ده بتشبه ربنا يسوع بالدجاجة اللي بتضم أولادها تحت جناحيها. الله، ده بيورينا قد ايه ربنا بيجمعنا تحت حمايته ورعايته وبيحمينا من اي شر ممكن يقابلنا. حقيقي، وكمان الربط بين نهاية الصوم ونهاية العالم مش مجرد مصادفة في ترتيب القراءات. امال ايه؟ لا، ده بيأكد لينا إن الصوم اللي صمناه ده هو نوع من الجهاد الروحي اللي بيساعدنا نوصل للنهاية الروحية السعيدة ونكون مستعدين ليوم الدينونة العظيم. طب يا ماما، هو جمعة ختام الصوم دي ليها معنى تاريخي؟ أيوة، الصوم ده هو آخر يوم في 40 يوم اللي صامهم ربنا يسوع في البداية قبل ما يبدأ خدمته العلنية، وربنا أعطانا طريقة نتغلب بيها على التجارب ونقوي علاقتنا بيه من خلال الصوم والصلاة والاتضاع. كمان كان زمان في ربط بين اليوم ده وبين تكريس زيت الميرون المقدس في الكنيسة. ده ماما اللي بنستخدمه في أسرار الكنيسة؟ أيوة. طب هو ايه اللي بيحصل في الكنيسة في اليوم ده؟ طقس جمعة ختام الصوم بيكون مميز، بيجمع بين طقس صيام الصوم الكبير وطقس أحاد الصوم الكبير. فلو بصينا على طقس القداس ففي رفع البخور بتاع باكر بنقول 4 النقوس. ده الألحان الخاصة اللي بتتقال في فترة الصوم. أيوة، وبنقول النبوات من العهد القديم اللي بتتقال في فترة الصوم اللي بيكون ليها علاقة بموضوع اليوم. وبعد كده بنقول الطلبة مع المطانيات. مثل المطانية يعني هي السجود. حقيقي، كعلامة على التواضع والتوبة. والتشابه بين طقس اليوم ده وطقس الأحاد بيورينا أهمية ومكانته الخاصة في فترة الصوم. أكيد طبعا، ما هو مش مجرد يوم جمعة عادي. أيوة، ده يوم ليه روحانية خاصة وفرح
بنهاية فترة الجهاد وبقرب الخلاص اللي هنحتفل بيه في أسبوع الآلام وعيد القيامة. وده بيدينا ايه يا ماما؟ وده بيدينا الانتصار الروحي بعد فترة الصوم. طب وإيه القنديل العام ده؟ القنديل العام ده هو سر مسحة المرضى. ده أهم طقس مميز لجمعة ختام الصوم، وبيتعمل مرة واحدة في السنة في الكنيسة في اليوم ده. يا ماما، ما سر مسحة المرضى ده واحد من أسرار الكنيسة السبعة. برافو. بنطلب فيه شفاء الروح والجسد من ربنا، وبيصلي فيه الكهنة على زيت الزيتون النقي اللي بيرمز للفرح والنور، وبيحط فيه 7 فتايل من القطن. طب ليه 7 فتايل؟ علشان رقم 7 رمز لكمال مواهب الروح القدس، وزيت الزيتون بيرمز لعمل الروح القدس في حياتنا. وبعد انتهاء القنديل العام أبونا بيدهن الشعب كله بالزيت المقدس علشان ربنا يشفيهم من أي تعب جسدي أو روحي حصل لهم. طب يا ماما، هو ليه السر ده بيتعمل في اليوم ده بالذات؟ علشان ممنوع يتعمل قنديل المرضى في أسبوع الآلام. ليه؟ علشان أسبوع الآلام ده هي فترة تركيز على آلام وصلب ربنا يسوع وقيامته. طيب هي القراءات بتتكلم عن إيه في اليوم ده؟ القراءات والألحان بتتكلم عن قرب مجيء ملكوت الله والدينونة الأخيرة. هنلاقي في القراءات من سفر التكوين عن نهاية حياة يعقوب ويوسف، وبرضه هنلاقي في القراءات من سفر الأمثال عن مكافأة الأبرار، وبرضه هتلاقي في القراءات سفر أيوب عن صبره ونهايته الصالحة. كمان في إنجيل باكر هنلاقي عن مجيء المسيح الثاني. طب وإنجيل القداس هيتكلم عن قرب مجيء الرب. طيب هم ليه اختاروا القراءات دي؟ لأن الكنيسة بتأكد على الرسالة الرئيسية لليوم ده، وهي ايه؟ هي الاستعداد الروحي لمقابلة ربنا سواء في الموت أو في المجيء الثاني، وده بيكون من خلال التوبة والرجوع إليه. فجمعة ختام الصوم بتعتبر آخر خطوة في التجهيز. بنراجع كل اللي عملناه فترة الصوم، وبنطلب من ربنا إن يدينا قوة علشان نقدر نستقبل الأيام المقدسة اللي جاية بقلوب مفتوحة ومستنيرة. بس أكيد ربنا بعت لنا رسالة. أيوة، ربنا رسالته لينا إن هو بيحبنا وعايزنا نكون معاه على طول، وإنه مستنينا نرجع ليه بقلوب مفتوحة ومستعدة. وبنعمة ربنا لما بندخل على أسبوع الآلام بنكون مستعدين بكل قلوبنا وعقولنا علشان نفتكر آلام المسيح ونستفيد منها ونوصل لفرحة القيامة، وإحنا متطهرين وأنقياء القلب.